طيب الله أوقاتكم سيداتي وسادتي أينما كنتم بكل خير. من الفضائية الإريترية إلى حضراتكم نشرة أخبار المساء والمستهل بأبرز العناوين. بدء امتحانات الشهادة الثانوية في البلاد والسعودية. اختتام البطولة الوطنية الأولى لكرة القدم الشاطئية. تواصل انتخابات مدراء الضواحي والمدراء التنفيذيين بالإقليم الأوسط. جنوب افريقيا ترد على قرار الولايات المتحدة طرد سفيرها من واشنطن. الصين تعترض بشدة على اتفاق اوكوس. ترامب يوقف عمل وسائل اعلام حكومية. السلام عليكم ورحمة الله. بدأت اليوم 17 من مارس امتحانات الشهادة الوطنية الثانوية في 16 مركزا للامتحانات في البلاد عامة والمملكة العربية السعودية بمدينتي الرياض وجدة. ويجلس للامتحانات التي تشمل 12 مادة وتستمر حتى 23 من مارس 24306 من الطلاب، 50% منهم من الطالبات. وعلم بأن 84.1% من الممتحنين طلاب مدرسة ورساي كالو في ساوة والمدارس الفنية، و3861 من ممتحني الإعادة، بالإضافة إلى 61 نزيلا في السجون والإصلاحيات، و54 امرأة ممن التحقن ببرامج تعليم الكبار في أفعبت وعريتاي ومنصورة وحقات. وأفاد مركز الزمالة والتقييم في المعهد الوطني للتعليم العالي والبحوث بأن عدد الممتحنين ارتفع هذا العام بنسبة 10.6% مقارنة بالعام الماضي. اختتمت يوم أمس 16 من مارس البطولة الوطنية الأولى لكرة القدم الشاطئية التي انتظمت في مدينة عصب من 9 من مارس تحت شعار شواطئ بحرنا لتطور كرة القدم. وقال رئيس الاتحاد الوطني لكرة القدم السيد باولوس والدهيمانوت لوكالة الأنباء الإريترية إن كرة القدم الشاطئية ظلت تنظم منذ عام 2008 في إقليم جنوب البحر الأحمر فقط، ووجهت تعليمات هذه السنة لإدخالها ضمن النشاط السنوي في جميع الأقاليم. وذكر بأن المشجعين من جميع الأعمار في البطولة زاد من حرارة المنافسات وقوتها، مشيدا بالمساهمة الفعالة لمؤسسات الحكومة والجبهة في الإقليم والقيادة الشرقية لإنجاح بطولة كرة القدم الشاطئية الأولى. تتواصل انتخابات مدراء الضواحي والمدراء التنفيذيين بالإقليم الأوسط لاستبدال المدراء الذين انتهت فترة خدمتهم بآخرين جدد منذ 25 من فبراير المنصرم. وتفيد الأنباء الواردة من قسم متابعة المجالس الوطنية والمدن أن 73 من أصل 83 إدارة ضاحية أجرت عملية انتخابية ناجحة، وأن العشر إدارات ضواحي المتبقية ستجري انتخاباتها أو ستجريها حتى 23 من مارس الجاري. وأدى المنتخبون الجدد القسم أمام الناخبين لخدمة البلاد والشعب بتفان وإخلاص عقب انتهاء كل عملية انتخاب. وتؤكد الأنباء أن تجهيز اللوازم الأساسية للعملية الانتخابية ساهمت في سلاسة الانتخابات ونجاحها. عقدت إدارة مديرية ماي عيني سمينار تنويري للجان الصلح في 14 إدارة ضاحية لمساعدتهم في أعمالهم. وأوضح منسق لجان الصلح السيد موسيتا خسته في السمينار أن التنوير يتعلق بإجراءات العمل واتباع العرف المجتمعي لحل الخلافات. وذكر مساهمة الصلح في إحلال السلم والوئام الأهلي، مشددا على التركيز في حل الخلافات عرفيا والحفاظ على القيم الاجتماعية ونقلها للأجيال. من جانبها أوضح مدير مديرية ماي عيني بالإنابة السيد كفلة منقس إن حل النزاعات بالعرف عملية تأتي بالحل الدائم للقضايا، داعيا لجان الصلح للعمل المتفاني. من ناحية ثانية يحصل سكان مديرية ملقي على الخدمات العدلية عن قرب لافتتاح محكمة من الدرجة الأولى في المديرية.
وقال قاضي المحكمة السيد زرقو تسفى مريم لوكالة الأنباء الإريترية أن السكان كانوا يتوجهون في السابق إلى مديرية شامبقر لتلقي الخدمات، وإدراكا للمشكلة قامت وزارة العدل بافتتاح المحكمة. قام مكتب وزارة العمل والرعاية الاجتماعية في مديرية هبرو بتأهيل 25 أسرة محتاجة بالماشية بقيمة 250 ألف نقفة في إدارات ضواحي هبرو صليم وهبرو صعدة وأفعيون وعريتاي وقرعوبل وغلة وفلفله. وأوضح مسؤول مكتب العمل والرعاية الاجتماعية في المديرية السيد حامد إبراهيم أن المستفيدين هم من المحتاجين والمعاقين والأيتام وكبار السن الذين حددتهم الإدارة. في غضون ذلك جرت عملية تأهيل مماثلة في مديرية عالدخالة ل7 أسر محتاجة بفتح متاجر صغيرة لها بقيمة 10,000 نقفة لكل أسرة. وقال مسؤول مكتب وزارة العمل والرعاية الاجتماعية سيد سجيد سيوم إن عملية التأهيل تعتمد على اختيارهم والفرص المتاحة. وذكر ممثل مكتب الخدمات الاجتماعية في المديرية السيد بإيدولد أبزجي إن الهدف هو تمكين الأسر من تحقيق الاكتفاء الذاتي اقتصاديا. نظم فرع جمعية المعلمين بالإقليم الأوسط دورة تدريبية يوم 15 من مارس في أسمرة للارتقاء بالقدرات المهنية والأخلاقية. وشارك في التدريب الذي اشتمل على مواد الرياضيات واللغة الإنجليزية بالإضافة إلى القيادة والإدارة 286 معلما من مدارس 7 مديريات. وأوضحت الأستاذة سناية عقبة ميكائيل من الجمعية أن التدريب يساعد على تطوير ثقافة العمل المشترك والتعاون والدفع بالتطور المهني والأخلاق والمسؤولية الوطنية. وقال رئيس جمعية المعلمين الأستاذ سمعون محاري الذي أشرف على التدريب إن المعلم هو ركيزة الأجيال ويجب الدفع ببرامج تدريب المعلمين انطلاقا من ذلك. استشهد المناضل محمد برهان نصر الدين محمد في 15 من مارس الجاري عن عمر ناهز 67 عاما جراء مرض ألم به. والتحق المناضل محمد برهان بصفوف قوات التحرير الشعبية في يوليو من عام 1975 وناضل ضمن الوحدات القتالية بمختلف مستويات المسؤولية. المناضل محمد برهان نصر الدين رب أسرة وأب ل4 أبناء، وقد أولي جثمانه الثرى يوم 15 من مارس بمقبرة الشهداء بأسمرة. وتعرب وزارة الدفاع عن بالغ حزنها لاستشهاد المناضل محمد برهان نصر الدين محمد، وتعزي أسرة الفقيد ورفاقه وزملائه. بعد الفاصل سعادتي يعود بالأخبار الخارجية. أعلن وزير الخارجية في جنوب إفريقيا رونالد لامولا أن بلاده ستتبع البروتوكولات الدبلوماسية لتسهيل عودة السفير الجنوب إفريقي لدى واشنطن إبراهيم رسول الذي أعلن شخصا غير مرغوب فيه. وقال إن جنوب إفريقيا مهتمة بعلاقات جيدة مع الولايات المتحدة. وكان المتحدث باسم وزارة الخارجية في جنوب إفريقيا كريسبين فيري قد أعلن أن سلطات البلاد وعدت بالرد على إعلان رسول كشخص غير مرغوب فيه من خلال القنوات الدبلوماسية. وقال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو في وقت سابق أن واشنطن أعلنت رسول شخصا غير مرغوب فيه واتهمته بالكراهية تجاه الولايات المتحدة ورئيس البلاد دونالد ترامب. اعترضت الصين بشدة على اتفاق أوكوس الذي ستقدم بموجبه الولايات المتحدة وبريطانيا غواصات نووية بتكنولوجيا متقدمة إلى أستراليا، وهو ما تعتبره الصين تهديدا مباشرا لها. ويهدف اتفاق أوكوس وهو تحالف دفاعي وأمني طويل المدى بين أستراليا وبريطانيا والولايات المتحدة، يهدف إلى مواجهة التوسع العسكري الصيني في منطقة المحيطين الهندي والهادئ. وتتهم الصين هذا التحالف الثلاثي بالسير في طريق خطير وتجاهل مخاوف المجتمع الدولي وحتى المخاطرة بسباق تسلح وانتشار نووي جديد. وقد أعلن الرئيس شي جين بينغ مؤخرا أن الصين ستسرع في توسيع انفاقها الدفاعي، ووصف الأمن القومي الصيني بأنه الشاغل الأساسي له خلال السنوات القادمة.
أصدرت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قراراً بوقف عمل الصحفيين في إذاعة صوت أمريكا وعدد من وسائل الإعلام الممولة حكومياً، مما أدى إلى تعطيل منصات إعلامية وصفت بأنها أساسية في مواجهة الدعاية الروسية والصينية. وأفادت الأنباء بأن مئات الصحفيين والموظفين في صوت أمريكا وآسيا الحرة وأوروبا الحرة وغيرها من الوسائل الإعلامية الرسمية إشعارات إلكترونية تطلب منهم تسليم بطاقات اعتمادهم الصحفية وأجهزة العمل مع منعهم من دخول مكاتبهم. وجاء القرار بعد إصدار ترامب أمرا تنفيذيا أدرج فيه الوكالة الأمريكية للإعلام العالمي ضمن المؤسسات الفيدرالية غير الضرورية، وذلك في سياق إجراءات أوسع شملت وقف عمل الوكالة الأمريكية للتنمية ووزارة التعليم. وبرر الخطوة بأنها تهدف إلى حماية دافعي الضرائب من تمويل دعاية متطرفة. وقد أثارت هذه الخطوة انتقادات حادة من وسائل الإعلام المعنية بالإغلاق، وتعرف هذه الوسائل الإعلامية باستقلاليتها التحريرية ورغم تمويلها الحكومي. لكن ترامب كان قد انتقد تغطيتها خلال ولايته الأولى، معتبرا أنها يجب أن تروج لسياساته بدلا من تقديم محتوى مستقل. في الختام سادتي إلى حضراتكم تذكير بأبرز العناوين. بدء امتحانات الشهادة الوطنية الثانوية في البلاد وفي السعودية. اختتام البطولة الوطنية الأولى لكرة القدم الشاطئية. تواصل انتخابات مدراء الضواحي والمدراء التنفيذيين بالإقليم الأوسط. جنوب أفريقيا ترد على قرار الولايات المتحدة طرد سفيرها من واشنطن. الصين تعترض بشدة على اتفاق أوكوس. ترامب يوقف عمل وسائل الإعلام الحكومية. انتهت نشرة الأخبار قدمتها لحضراتكم من الفضائية الإريترية. شكرا لمتابعتكم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.